السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم فاطمه احمد، يوميات فاطمه احمد. تمام، هنعمل بقى النهارده كده بالصلاه على النبي. صلوا على النبي كده يا جماعه، وعملنا لايك كده جميل زيكم. هنعمل النهارده قرص باللبن، اللي هي القرص الفلاحي دي بتاعتنا. تمام. طبعا احنا لما بننخل دي زي الفل، وبجيبه من مصدر موثوق منه، بس علشان خاطر ايه؟ اللهم صل على النبي، ندخل فيه ايه؟ الهواء. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. يعني الفكره بس من كده ان عشان يخشوا هوا. هنخله بقى. انا معايا كيلو ونص، ماشي اهو. معايا كيلو ونص، وده الكيلو اللي انا حطيته. هنخله عشان ما اضيعش عليكم الوقت، وهرجع لكم. بصوا بقى يا حبايبي، البيكنج باودر دون. تمام، هنحط منه ايه؟ حوالي معلقه. علشان خاطر بس يديله هشه. وادي الخميره الفوريه هنحطها كلها برضو. انا مش هعمل لها اختبار ولا اي حاجه، لان انا ايه؟ عارفاها ما شاء الله والكلام دون. هنحط على الكيلو ونص، هنحط 3 معالق، وهنحط رشه من الملح. تمام، وهنقلب الخليط كله مع بعضه بالشكل ده. صليتوا على النبي، صلوا على النبي واذكروا الله، لا اله الا الله. تمام. وهننزل الاول بالسمنه اهي. هنقول ده مج واحد، وحط عليه شويه من الزيت اهو. بصوا بقى يا حبايبي، ارفعي ايديك يا بسبوسه شويه. بصوا بقى، احنا عايزين السمنه دي تمام تتخلط كلها بالايه؟ بالدقيق. يعني عايزاها تشرب من الدقيق اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو، بالطريقه دي. هعجنها كده، هفركها كلها خليط في بعضها، وارجع لكم. مش عايزه الفيديو يطول عليكم، عايزاكم تشوفوا الحتت اللي هي فيها الافاده، وهرجع لكم تاني برضو وانا في العجينه برضو كده. بصوا بقى يا حبايبي، ارفعي ايديك كده. بصوا بقى يا حبايبي، انا حطيت سيحت حته سمنه على شويه زيت. تمام، بس يكون زيت ما يكونش له ريحه اهو. حطيت تاني، يعني ممكن نقول كده عشان هو كيلو ونص من الدقيق، كوبايه ونص من السمنه، او كوبايه ونص من السمنه على زيت. تمام اهو، عشان يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما انا عايزه الدقيق كله يشرب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام، احنا كده حطينا بيكنج باودر، معلقه، نص معلقه كبيره من بيكنج باودر، وحطينا رشه ملح و3 معالق من السكر. تمام، وحطينا الخميره الفوريه ايه عليها، ودلوقتي ايه؟ بنعجن كله ببعضه. تمام، هننزل بقى باللبن. خلاص بصوا، انا خليتها كلها اهي شاربه زي ما انتم شايفين كده. هنحط بقى اللبن. قومي يا رنا ودي. بصوا بقى يا حبايبي، احنا حطينا كوبايه لبن، ودي التانية اهي زي ما انتم شايفين كده. ده مج اهو، وبرده هنكمل عجن اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا معرفش هيحتاج تاني ولا لا، بس هو اكيد هيحتاج تاني، لانهم كيلو ونص دي. صليتوا على النبي. ودي الكوبايه التالتة يا جماعه. معرفش بقى هحتاج الكوبايه كامله ولا نصها، هنشوف. شكلنا كده هنحتاج النص التاني. برضه هنزل واحده واحده اهو اهو. يا جماعه، هي كده خدت معايا
بالظبط 3 كوبايات من ده. هعجن بقى كده وهرجع لكم تاني. بصوا حبايب قلبي، الله اكبر، صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاه. الف صلاه وسلام عليك يا رسول الله. بصوا الحته عامله ازاي، بصوا معايا وانا بقطعها، بصوا مش ملزقه في ايدي ازاي اهي. بصوا بس انا مش هكدب عليكم، طبعا في دقيق بيختلف يا جماعه عن دقيق، في دقيق ما بيشربش قوي، في دقيق بيشرب. انا عايزه اقول لكم انا حطيت كمان كوبايه من اللبن كامله، يعني خدت 3 مجات من المج اللي انا وريته لكم الكبير. وطبعا بقى ايه، في دقيق بيفرق، في دقيق بيشرب ودقيق لا. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. بقى هنسيبها تخمر اهو. الاول انا بحط عليها كيس زي ده اهو، زي ده كده من الزيت زي الفل بتاع عيش اهو، عشان مفيش حاجه بس توصل لها وعشان يخمر بسرعه. في نفس الوقت بحط حاجه برضو زي دي عشان احنا في الشتاء اهو، نحطها كده ماشي. وهحط برضو كوبرتايه اللي هي الدفايات طبعا في بيوتنا كلها. تمام هتاخد نص هتاخد زي ما هتاخد بقى، وهرجع لكم تاني. عجينه خمرت خلاص معانا. طبعا بقى احنا هنعملها ايه على قد ما احنا ايه عايزينها. في ناس بتحب القرصه كبيره، وفي ناس يعني الحجم بتاعها كبير، في ناس بتحبها اللي هي ايه اللي هي الوسط زي كده. تمام هنعمل واحده كمان معاكم اهي بالشكل ده اهي. بصوا العجينه ما شاء الله معايا جميله ازاي، صليتوا على النبي اهو. هنعمل كله بالشكل ده عشان الفيديو بس ما يطولش عليكم، وهنرجع لكم تاني. بصوا بقى يا حبايبي، احنا دلوقتي اهو بصوا زي ما انتم شايفين الصينيه ما شاء الله. علي ايدك يا احمد اهي زي ما انتم شايفين الصينيه، وادي برضو الثانيه. بس انا عامله كام وحدايه دولت كبار شويه عشان انا يعني بحب القرص تكون كبيره مش حجمها صغنن قوي كده. هنحط بقى ندعه زيت كده بديل الدقيق، لاني انا ما بحبش اللي يكون القعر بتاع القرصايه مليان صراحه دقيق. انا هنا رشه دقيق زي ما انتم شايفين، بس يعني ايه مش كتير، اللي هو يا دوبك. بصوا بقى هنمسك كده القرصايه بالشكل دائر كده زي ما انتم شايفين بالراحه، يعني اللي هو ايه مش عايزينها ان هي تتبطط قوي اهو. بصوا بالراحه جدا. وطبعا هنسيبها برضو، يعني انا قرصتها وعملتها كور وسبتها ايه ترتاح. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. الكاميرا واضحه عندهم يا احمد اهو. بصوا مش هعمل السمك اكتر من كده، بصوا اهو زي ما انتم شايفين كده. تمام وهنرجعها تاني برضو اهو مكانها ترتاح. نفس الكلام برضو هنا. مش محتاجه بقى ولا نشابه ولا اي حاجه. انا عندي النشابه اللي هي الكبيره بتاعه العيش الحمد لله صليتوا على النبي، وعندي اللي هي الجديده اللي هي بتمشي دي، اللي هي اللي طالعه موضه جديده دي اهو. بصوا بالطريقه دي، مش عايزين نرققها برضه عشان السمك بتاعها يعلى معانا. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. هنحط نقطه من الزيت، وطبعا اللي ما بيفضلش الدقيق ينفض قوي قوي وهو بيجيبها، وانا ما بفضلش صراحه الدقيق يكون كتير. بس اهم حاجه امشي بصي بشكل دائر كده 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 عشان هي تبقى مدوره معانا. هنعمل بقى كله بنفس الطريقه اللي وريتها لكم، وهنرجع ايه تاني. تمام بصوا بقى يا حبايبي، بس للاسف الدنيا ضلمه جوه. بس بصوا اهي، بصي قربت ترتفع اهي زي ما انتم شايفين. حاطه 2 فوق، وطبعا انا واخده بالي من اللي تحت دون. تمام هي اترفعت شويه اهو، ويعني دقيقه كده كمان هشغل الشوايه. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا حبايبي صلوا على النبي بقى كده. التليفون بيتهز مني انا اللي ماسكاه. بصوا اهو قربت تاخد لون. ثواني الكاميرا مش موضحه. بصوا طبعا اللي بيحبها وشها احمر قوي بيبقى كفايه عليها يعني بيبقى كفايه عليها اللون دون، واللي بيحبها وشها احمر شويه بيسيبها شويه كمان. انا هسيبها يعني ايه دقيقه كمان. تمام انا كده مشغله فوق
وتحت، بس انا ما شغلتش فوق الا لما ايه هي اترفعت شويه. تمام. ورحت مشغله فوق، لكن مش هشغل فوق وتحت، العجينه هتحمر ومش هلحق اعمل حاجه. بصوا بقى يا حبايبي، ما شاء الله اهو، صلوا على النبي اهو زي ما انتم شايفين. بصوا بقى، هقطع لكم واحده. بصوا مستويه وجميله من جوه. بصوا بصوا ما شاء الله، بصوا جميله بجد، طعمها تحفه والله العظيم يا جماعه. طبعا بقى انا عملت المقادير معاكم خطوه بخطوه. طعمها انا باكل اهو، طعمها وريحتها تحفه. جربوا الوصفه دي. طبعا بقى لو الفيديو عجبكم متنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.